السلام عليكم، مرحبا بكم معنا. اليوم جيتكم بهذا الترند اللي راه داير حاله في المواقع التواصل الاجتماعي، كيكه الاشواق. صدقوني اليوم قلت نجربها معكم، مي بهرتني بزاف النتيجه باسكو جات اون ديغي طلعتوها بالباتر ولا احسن على الباتر. شوفوا سورتو كي تخلوها الغدوه من داك تجيكم واحد البنه فيها، صدقوني تجي طريه تقعد كيما هي، تقعد يعني خير ملي درتوها في ذاك النهار. جبتها لكم يعني بجميع أسرار، جبتها لكم بذوق الليمون. اللي يحبوا يعني ذوق الليمون هذا الفيديو ليهم. نروح نكتشفوا مع بعض الوصفة تاع نهار اليوم. الحاجة الأولى نروح ندير 3 حبات تاع البيض. أنا درت لكم إيطاب باغ إيطاب، يعني ما فوت حتى حاجة هكا. نروح نضيف كاس تاع السكر ونبدا نخلطهم بالاشواغ تاعي هكا. نبدا نخلط حتى تشوفوا يعني الخليط تاعكم بياض. شوفوا هذه الطريقه. انا راح نوري لكم، انا مازال راني عاد باغي نزيد نميكسيه. شوفوا يعني كيفاش يجي. نزيد نخلطو شويه، يعني هنا خلطوه مده 3 دقائق ولا حتى 4 دقائق. بعد ما تحصلت على هذا الخليط نروحو نضيفو الزيت. انا الزيت هنا عندي كاس غير ربع، ما نضيفهاش يعني كاع هذاك الكاس، نفرغها في هذاك الاشواط تاعي، نرمي على 3 دفعات. يعني نرمي كميه ونميكسي، نعاود نرمي كميه ونعاود نطحن، نعاود نرمي حتى نكمل كاع هذاك الكاس، يعني على 3 خطرات. هذا هو الخليط. شوفوا كيفاش تحصلت عليه، يكون ثقيل ويكون هكا كما راكم تشوفوا، يعني يكون كريمو. نروحو نضيفو الفرينه. انا هنا عندي الفرينه 2 كيسان، انا نضيف غير الكاس الاول، نزيد له وحده تاع الليفور، وعندي كاس غير ربع تاع عصير ليمون. هنا تاني عصير ليمون يعني قسمته على 2، الكميه قسمتها على 2، يعني درت كاس تاع الفرينه ونص كاس تاع عصير ليمون هكا. نروح نضيف الكاس الثاني. انا هنا يعني الاشواق تاعي شويه صغير، يعني ضفت غير نص الكاس، وضفت تاني كميه غير قليله تاع العصير الليمون. شوفوا ديجا راه فاض لي شويه. نعاود تاني نطحن مليح. شوفوا كيفاش يجيني هذاك الخليط، يعني يجي ما شاء الله. شوفوا اون ديغي با درتو في الاشواق. شوفوا انا هنا مازال ما كملت، يعني نروح نفرغ كامل هذاك الخليط تاعي. شوفوا يعني قوامه راه ثقيل وراه اون ديغي قلت لكم ضربتوه بالباتور، يعني راه يجيكم خفيف. فوالا نفرغ كامل هذاك الاشواق هكا. بعد ما فرغته شوفوا كيفاش يجي يعني قوامه شباب. نروح نضيف الاضافات تاعي، بيان سور نزيد لافاني. هنا درت انا سائله، ولا عندكم بودر تقدروا ديروا بودر. ضفت مبشور الليمون. هنايا ضفت زريعه الخشخاش او لي غران دو بافو راهم يتباعوا. ضفت ملعقه صغيره باش يجينا هذاك لو كيك الداخل هكا فيه هذوك الحبيبات ويمدمد شباب، يعني هكا نحرك. فوالا بالنسبه يعني هنايا نص الكاس تاع الفرينه اللي بقى لي زدته دروك باسكو قلت لكم الاشوار تاعي شويه صغير. ولا كان عندكم يعني اشوار كبير ضيفوا كاع المكونات كيما قلت لكم، يعني ديروا كاس الاول تاع الفرينه عاودوا ضيفوا الكاس الثاني باسكو كاين اللي اشوار يكون كبير، انا كان عندي شويه صغير سي بور سا ضفته دروك. هذا هو المول يعني اللي راح ندير فيه الكيك اللي كنت دهنته بالزبده والفرينه. نروح نفرغ كامل هذاك الخليط تاعي، وبيان سور هنا كنت شعلت الفرن على درجة حرارة 180 درجة مدة ربع ساعة قبل ما يعني ما ندخلوا للفوق. نشعلوا من الفوق ومن التحت حتى يحمر لنا هذاك الكيك. ونعطيكم واحد الطريقة، شوفوا ديروا هكا بالموس في الوسط باش يدخلوا الطياب، يعني ما يجيكمش معجن، وخبطوه هكا شوية. هنا الكيك تاعي بعد ما طاب، شوفوا كيفاش طاب ما شاء الله، يعني يجي خفيف فريمون خفيف. شوفوا فوالا، وما يجيش ناشف لداخل. هنا درت الكلاصاج اللي كنت درت نص حبه تاع ليم ولا حبه، ضفت لها شويه تاع السكر كلاص، خلطتهم يعني حتى تحصلت على كلاصاج اللي يكون شويه ثقيل. وبيان سور هنايا نعطيكم عفسه باش الكيك تاعكم ما يجيكمش ناشف. كاين اللي ياكل الكيك يجيه ناشف يعني يلصق. انا هنا كي نطيب الكيك تاعي وهو سخون نحيه من المول، نروح نديرو في سربيته ولا في ساشي
نخليه حتى يبرد باش كي يطلق هذاك يعني يعرق في الساشي ولا في السربيته شغل يتشمخ شويه لداخل يجيكم مطري فريمون طري. انا التزيين اختياري، انا درت هنايا لي مورسو تاع الليم يعني باش تعرفوا بليك الكيك تاعي فيه الليم، زدت له هكا رشه تاع لو غران دو بافو كتزيين. تقدروا ديروا هكا اوراق تاع النعناع كيما تقدروا ديروا. انا درت هنايا رابيت شويه لي زيت سيترون. هذا لو كيك يعني اللي عشاق الليمون يجربوه مش راح يندموا باسكو فيه هذيك البنه تاع الليم صدقوني ولا اروع. هذا هو لو كيك بعد ما يعني زينته وحطيته فوق طبق التقديم. شوفوا كيفاش جا ما شاء الله. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاعنا اليوم ونالت اعجابكم، والى الملتقى ان شاء الله يا رب.